تفتكروا ليه حي العجوزة اسمه كده؟ في أواخر عهد الخديوي إسماعيل قرر إن هو يعمل مقر ليه في منطقة الزمالك. وعلشان يبني الخديوي إسماعيل المقر الجديد في الزمالك كان لازم يحول مجرى النيل، فجاب كل العمال اللي كانوا جايين من حفر قناة السويس علشان يحفروا ويبنوا الكوبري في البحر الأعمى اللي هو بقى كوبري الجلاء حاليا. الخديوي اسماعيل قرر انه يبني المقر بتاعه في الزمالك اللي بقى فندق ماريوت حاليا. واللي ساعد الخديوي اسماعيل في الاجراءات دي كان محمد شريف باشا صبري اللي مسك رئيس الوزراء 4 وزارات ورا بعض وكان صديقه الشخصي. وقتها الخديوي اسماعيل قرر انه يجيب كل السكان اللي موجودين في الزمالك للضفه الغربيه لنهر النيل، وكان نصيب كل واحد اتنقل من الزمالك للضفه الغربيه لنهر النيل كان ليه نصيب لارض معينه عشان يعوضوا عن الارض اللي سابها في الزمالك. وكان نصيب رئيس الوزراء محمد شريف باشا صبري كان 30 فدان بحالهم، وكان كل امانيه ان هو يبني مسجد في ركن من الارض بتاعته. ولكن القدر يشاء ان هو يتوفى وما يكملش امنيته دي ويبني المسجد. فقررت مراته نازلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي اللي أسس الجيش بجلالة قدره. نازلي هانم قررت إن هي تبني المسجد إحياء لذكرى وفاة جوزها محمد شريف باشا صبري، فقررت إن هي تشرف على بناء المسجد بنفسها. وقتها نازلي هانم كان عندها 90 سنة، يعني كانت عجوزة، فعلشان كده سموا المسجد باسم العجوزة. ده مش المسجد بس، ده المنطقة بحالها والحي بحاله بقى اسمه العجوزة. نازلي هانم كانت مخلفة من محمد شريف باشا صبري بنتين، واحدة اسمها توفيقة والتانية اسمها نوال. توفيقة اتجوزت محمد عبد الرحيم باشا صبري وخلفت منه نازلي اللي هي اتجوزت الملك فؤاد بعد كده وخلفت الملك فاروق. أما نوال فتوفت وهي عندها 6 سنين، وعلشان كده والدها سمى السرايا باسمها، سرايا نوال اللي هي بقت أكاديمية ناصر العسكرية حاليا. ودي كانت قصة العجوزة. عرفتوا بقى حي العجوزة اسمه العجوزة ليه؟